السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام. بتاريخ 24 شهر 8 اللي هو غشت 2026 بدا فيه تنفيذ ديال أهم وأخطر قانون كيخص التقاضي والمحاكم في المغرب. هذا القانون هو قانون المسطرة المدنية اللي كيخص أي دعوة أي قضية مدنية كتعرض أمام المحاكم، المساطر والإجراءات ديالها، بل أنه جاب إجراءات جديدة ومهمة وخطيرة بالنسبة ليك إلا ما رديتيش ليها البال وتعاملتي معها كما يجب. داكشي علاش في هذا الفيديو غنركز على الامور اللي كتخصك بشكل مباشر، يعني خاصك ترد ليها البال واهمها وغنوضحوها مزيان في هذا الفيديو: التبليغ والاستدعاء والتنفيذ ديال الاحكام. مزيان، اول واهم حاجه كمل هذا الفيديو حتى الاخر، راه فيه معلومات مهمه ممكن شي نهار غتحتاجها لا قدر الله. اول حاجه خاصنا نعرفوها ان المحاكم درجات اختصاص، كاين محكمه ابتدائيه، محكمه الاستئناف، النقد، وكاين الاختصاص، كاين المحاكم التجاريه الاداريه، وكاين حتى الاجتماعيه، حتى هي دخلت عليها تغييرات مهمه وكبيره، خصوصا امتى يكون عندك الحق في الاستئناف وامتى يكون عندك الحق في النقد. راه بعض القضايا دابا رفعتيها في المحكمه ربحتيها ولا ما ربحتيهاش كتكون عندك يعني داك الحكم الابتدائي هو الحكم النهائي، يعني ما تقدرش مازال لا تستأنف عليه لا حتى شي حاجه. اذا كاين المحاكم الابتدائيه العامه كاينه في كل بلاصه، في كل مدينه كاينه محكمه ابتدائيه. حتى هاد المحاكم التجاريه الابتدائيه والاداريه الابتدائيه راه غيدخل عليها تغييرات مهمه جدا. اذا المحكمه الابتدائيه الا رفعتي شي دعوه في المحكمه الابتدائيه ولا ترفعت عليك شي دعوه في المحكمه الابتدائيه وكانت القيمه ديالها داكشي اللي بغيتي، يعني انت من ديك الدعوه الا داعي شي واحد يعني كتسالو ولا عندك شي تعويض ولا دالك شي حاجه ولا باغي ترجع يعني شي حق ولا اي حاجه رفعتي دعوه عليها في المحكمه، كان المبلغ ديالها 10000 درهم لتحت، الى صدر الحكم الابتدائي ما يمكنش مازال تستانف. وإلا كان المبلغ ولا القيمه ديال يعني هاد الدعوه ولا ديال هاد القضيه في المحكمه الابتدائيه يعني فوق من 10000 درهم، كيتحكم لك ابتدائيا وكيتحفظ لك الحق انك تستانف في ذاك الحكم. اذا كيف ما قلنا قل من 10000 درهم ما عندكش الحق في الاستئناف، فوق من 10000 درهم يعني عندك الحق في الاستئناف. رد البال هذه اللي جايه مهمه ووقع فيها تغيير مهم. المحكمه الابتدائيه دابا كتختص في القضايا التجاريه الا كانت يعني 8 المليون لتحت. الا غدعي شي واحد عندك معاه شي نزاع تجاري يمكن لك ترفع الدعوه في المحكمه الابتدائيه الا كان المبلغ 8 المليون لتحت، والا كان يعني 8 المليون الفوق خاصك تمشي للمحكمه الابتدائيه التجاريه. وهنا كاين واحد التعديل مهم غيدخل حيز التنفيذ، يعني غدار اقسام تجاريه وحتى اداريه في جميع المحاكم الابتدائيه. اذا غتولي عندك في المدينه ديالك في ديك المحكمه الابتدائيه يعني قسم كيختص بداك الشيء اللي كتختص فيه المحكمه التجاريه. غنعطيكم مثال باش تعرفوا اشنو غيتغير. الا كان المبلغ ديال هذا النزاع التجاري قل من 8 المليون، راه اصلا المحكمه الابتدائيه العامه غتبت فيه، والا كان فوق من 8 مليون شحال هذه كان خاصك تمشي للمحكمه التجاريه. نعطيكم مثلا شي واحد في مدينه قنيطره المحكمه الابتدائيه التجاريه اللي تابعه ليها كاينه في الرباط، يعني وحده اللي كاينه كيمشيو ليها الناس ديال الرباط، سلا، تماره، قنيطره، الخميسات، تيفات، وزيد كاع الناس اللي داخلين في جهه الرباط. الا عندهم شي نزاع تجاري كان خاصهم يمشيو للمحكمه الابتدائيه التجاريه ديال الرباط. دابا ملي غدار الاقسام مثلا في مدينه القنيطره ولا تيفلت، المحكمه الابتدائيه غيدار فيها قسم في المحكمه الابتدائيه ديال القضاء التجاري، يعني غيولي عندك الحق غير في المدينه ديالك غير في المحكمه الابتدائيه غترفع فيها دعوه تجاريه فوق 8 المليون، وما غيبقاش عليك تمشي مثلا حتى الرباط. وهذا الشيء كينطبق على جميع المحاكم الابتدائيه اللي غتكون في المغرب تدريجيا. جميع المحاكم الابتدائيه غيدار فيها اقسام ديال المحاكم التجاريه، وحتى المحاكم الاداريه الا عندك شي مشكل مع شي اداره حتى هي شحال هذه كان خاصك مثلا تمشي للمحكمه الابتدائيه الاداريه اللي تابعه لها الجهه ديالك، فيقدر يكون عليك انك تبقى ديبلاصا مئات الكيلومترات يعني باش تتابع القضيه ديالك. ويبقى المحامي مثلا خاصك يعني دير محامي في ديك المدينه، ولا الا درتي المحامي في المدينه ديالك يعني غيحسب عليك الديبلاسمون وشي امور كثيره. وديك الساعه في الاستئناف راه غتمشي لمحكمه الاستئناف التجاريه مثلا اللي تابع ليها انت، وحتى هذه راه غتسهل دابا، يعني غدار اقسام ديال المحاكم التجاريه ديال الاستئناف في المحاكم ديال الاستئناف.
نعطيكم مثال كذلك. مثلا مدينة قنيطرة فيها محكمة استئناف ولكن ما فيهاش محكمة استئناف تجارية. إلا مثلا في المحكمة الابتدائية ديال القنيطرة دار فيها قسم ديال المحكمة التجارية ابتدائي تحكم عليك، ولا جبتي شي حكم وبغيتي تستانف ولا استانفتي عليه، يعني ما غيمشيش دابا مثلا للدار البيضاء في ديك محكمة الاستئناف يعني اللي في قنيطرة، غيدار قسم ديال المحاكم التجارية كذلك ديال الاستئناف، أنك تستانف في الأحكام التجارية الابتدائية. قلنا قبيله أن 10,000 درهم لتحت تحكم لك ابتدائيا، ما بقاش عندك الحق في الاستئناف، صافي سالك الاستئناف، هذاك هو الحكم النهائي ديالك، ما تستانفوا ما حتى شي حاجه. الا في القضايا مثلا ديال الشغل بحال حوادث الشغل والامراض مثلا المهنيه والمعاشات ديال الضمان الاجتماعي، هذه يمكن تستانفوا واخا يكون قل من 10,000 درهم اللي هو مليون سنتيم. وبالنسبه للنقد، الا بغيتي تنقد شي حكم يعني تحكم ابتدائيا ما عجبكش، استانفتي وحتى الاستئناف في الحكم ديالو ما عجبكش، الا كان قل من 3 المليون يعني قل من 30,000 درهم، ما يعني ما عندكش الحق مازال في النقد، حكم الاستئناف كيتعتبر نهائي. وكذلك الاحكام ولا الطلبات اللي كتخص الفلوس ديال الكرا، يعني كتسال شي واحد الكرا حكمتي ولا كيسالك شي واحد يعني حكمك، صافي داك الاستئناف راه ما تمشيش، مازال انت دير النقد على فلوس الكرا ولا على المراجعه ديال ثمن الكرا، حتى هي ما كتقبل ما كتقبلش النقد. مزيان، نجيو للموضوع اللي خلق جدل كبير وخرج وزير العدل في البرلمان شحال هادي وقال راه ما نعقل على حتى شي واحد، العنوان اللي عندك في لاكارت راه هو اللي غنبقى نبلغك فيه. هذا الامر صحيح ولكن ماشي بداك الشكل يعني اللي غيخلعك وتخاف وتقول لا الا ما عنديش عنوان يعني في لاكارت ساكن فيه راه مشكل. هذا اول حاجه بالنسبه للتبليغ ولا التنفيذ ولا الاستدعاء ولا اي حاجه دابا حدد القانون، يعني ما يمكنش يجيبوا لك شي استدعاء ولا يبلغوك شي حكم ولا يجيو ينفذوا عليك شي حاجه ولا اي حاجه كيف ما بغا تكون من المحكمه قبل من 7 الصباح، يعني يجي شي مفوض قضائي ولا شي واحد يعني باغي ينفذ شي حكم ولا يبلغ شي استدعاء ولا حكم ولا يعني ولا اللي كان يعني يجيك قبل من 7 الصباح كيف ما قلنا ولا مورا 10 الليل، ما بقاش عندهم الحق يعني ينفذوا ولا يبلغوا في هاد التوقيتات هذه اللي ذكرنا. وبالنسبه للتبليغ رد البال، التبليغ علاش مهم انك تبلغ؟ يعني دير في بالك الا رفع عليك شي واحد شي دعوه في المحكمه مثلا وما تبلغتيش باستدعاء، يعني راه ما غتلقاش فين تحرك، ما تلقاش الوقت فين توجد ورقات وتوجد الدفاع ديالك وتريقل الامور ديالك يعني باش تدافع على راسك، وفي اخر المطاف غتسمى تبلغتي وغتثبت في ديك القضيه وما يمكنش شي واحد يرفع شي دعوه وتبقى مجروره يعني الى الابد. وهذاك البت في ديك القضيه اللي اعتبروك تبلغتي كيتسمى حضوري. فهنا حتى الاجل ديال الطعن انك تستانف ولا تطعن في ذاك الحكم يعني كيبدا يتحسب عليك وانت ما سايقش الاخبار، ما تبلغتي ما حضرتي ما شفتي ما سمعتي ما حتى شي حاجه، ما دافعتي على راسك ما حتى حاجه يعني. اذا الاصل التبليغ ردوا البال مزيان، هاد المسائل اللي جايين مهمين بزاف. التبليغ والتنفيذ، الاصل في التبليغ ان الا بلغك هذا المفوض القضائي الاستدعاء في المحكمه ولا حكم ولا اللي كان، المفوض القضائي هو اللي كتعتمد عليه المحكمه رقم واحد انه يبلغ الاستدعاءات ويبلغ الاحكام كذلك. ويمكن واخا مسطره القيم تلغات ولكن في نفس الوقت راه كيف ما قلت المفوض القضائي هو رقم واحد كتستعن به المحكمه، كتقول له هاك بلغ هذا السيد. ويمكن المحكمه كذلك تستعن بالموظفين ديال المحكمه يعني ديال كتابه الضبط، تستعن بالاداره، تستعن كذلك بالبريد المضمون الريكوموندي. بزاف الناس كيقولوا تلغى، مازال يمكن المحكمه تستعن به حيت تقدر تسلموا ديك الساعه وتجيك عن طريق الفاكتور يعني تشدها وتسني انك تسلمتيها يعني كتسمى تبلغتي. جا عندك شي موظف في المحكمه وسنيتي انك تبلغتي وتسلمتي داك الاستدعاء كتسمى تبلغتي. وهنا كتحسب الاجال كيف ما قلت، الا تعينات لك الجلسه وما حضرتيش يعني فيها يقدر يثبت في ديك القضيه وانت ما حاضرش وما فاهمش وما عارفش كاع شنو كان عليك. اذا كان شي واحد برا يعني شي واحد ترفع عليه قضيه وهو برا يعني ما ساكنش في المغرب خارج المغرب، واخا كاين العنوان ديالو واخا كاين لاكارت واخا كاين كل شيء يعني كامل، ولكن هو على برا كيجي من العام للعام، راه كيتبلغ بطريقه دبلوماسيه عن طريق السفارات والقنصليات يعني كتحاول توصل ليه واخا على برا يعني بحال الادارات هنا في المغرب بحال السلطات هنا في المغرب يعني كتحاول توصل ليه وتبلغه. والاجال كتكون عنده اكثر، الاجال ديالو انه يحضر يعني تقدر توصل حتى ل3 شهور بالنسبه للناس اللي على برا البلاد المغرب.
ومن بعد هذا الشيء كامل حتى كيديروا يعني هذا الشيء كامل المفوض القضائي، البريد المضمون، الموظفين، وزيد وزيد وزيد، عاد كيمشيو لاخر نقطه اللي تكلم عليها وزير العدل وهبي، وتيتكلموا عليها بزاف ديال الناس وتيتخلعوا منها بزاف ديال الناس كذلك، وهي العنوان اللي في البطاقه الوطنيه. المحكمه ديك الساعه كتولج القاعده ديال البيانات ديال الاداره العامه للامن الوطني ديال البطاقه الوطنيه، قاعده البيان ديال البطاقه الوطنيه كيشوفوا سميتك لا كارت ناسيونال ديالك، العنوان اللي فيها تيبلغوك فيه كاخر مطاف وكتسمى تبلغتي ديك الساعه. اذا بصح العنوان اللي عندك في لاكارت الا كنتي ما غتبلغش بهاد الامور كامله اللي قلت سابقا، راه العنوان اللي في لاكارت يعني خاصو يكون عندك هو العنوان اللي انت ساكن فيه. وممكن ما تكونش ساكن فيه، لان بزاف ديال الناس كيقول لك انا كنتحول، انا خدام، انا غا كنكري، انا مره هنا ومره هنا، يعني واش انا كل شهرين ولا 3 شهور يعني غنبدل لاكارت ناسيونال، غنبدل العنوان ونخسر ونجيب شهاده السكنه وتماره وطلع وهبط. الى مثلا انت عندك دار والديك ولا اي واحد من عائلتك قريب ليك يعني عنده دارو، الى غتصايب عليه لاكارت وصلاتك شي برا ولا شي استدعاء ولا شي حاجه، راه غيعلمك بها، يكفي دير داك العنوان ديالو، لان هذا الشيء راه حاليا دابا ولا في الصالح ديالك، تقدر تحكم بشي حاجه وانت ما في راسك والو. واخا انت مثلا كتحول وكتكري كل شهرين ولا 3 شهور، كل 6 شهور، كل عام، وعندك مثلا دار والديك، يعني غدير العنوان على دار والديك باش الا جات شي استدعاء شي برا شي حاجه تسلم، يعني توصل هذيك البرا ولا استدعاء ويعلموك بها، يعني باش تحرك في الوقت، لانه كما قلت راه يقدر يعني يتحكم عليك بشي حاجه وانت ما في خبارك حتى شي حاجه نهائيا. ورد البال بالنسبه لهذه المساله، راه التبليغ دابا مابقاش غيجيبوا لك مثلا ديك الورقه بحال اللي كتجي من البوليس، اجي عندنا المكتب فلان الفلاني مع الساعه الفلان الفلانيه، ما عرفش انت شنو كاين اصلا. بالنسبه للمحكمه لا، دابا السيد عاد ديال التبليغ غيكون فيها موضوع الدعوه والمقال ديال الدعوه، وعلاش رافع عليك هذاك السيد الدعوه، هذاك المفوض القضائي يعني كيجيب لك التفاصيل ديال ديك الدعوه كامله، ها شكون داعيك وها علاش داعيك وها شنو بغى وكل شيء باين. ورد البال التبليغ راه المفوض القضائي ملي كيجي عندك ولا هذاك السيد اللي تكلف بالتبليغ رسميا قانونيا مكلف يبلغك، راه ماشي ضروري يلقاك، راه يقدر يلقاك وتسلم وتسني وتسمى انك تسلمتي، كتسمى تبلغتي، يقدر يلقاك وتسلم وما تبغيش تسني انك تسلمتي كتسمى تبلغتي، يقدر يلقاك وترفض كاع تسلم هذاك الاستدعاء وترفض توقعه وتسلمه وكتسمى تبلغتي. يعني كيديرها في المحضر ديالو، السيد راه لقيته وقلت له راه عندك دعوه كذا نهار فلان الفلاني، ورفض يشدها من عندي ورفض يوقع، ولا شدها من عندي ورفض يعني يوقع، كتسمى تبلغتي. يقدر يلقى شي واحد تما ويبلغو، يعني خدام معاك ساكن معاك، تيجيك مراتك راجلك ولدك بنتك باك امك، يعني كيسول عليك كيتاكد انك كتشوف داك السيد كتلاقاه، كيأكد عليه وكيبلغو وكتسمى تبلغتي. ودابا كذلك التبليغ يقدر يتم في المحكمه، يعني يجي عندك للمحكمه، انت جيتي للمحكمه غطل تشوف شنو كاين وتمشي، الا بنتي له يعني وتلاقى معاك يبلغك تما وكتسمى تبلغتي. في اي بلاصه يلقاك، يعني في القهوه كتسمى تبلغتي، في خدمتك كتسمى تبلغتي، في الشارع تلاقى معاك جالس في شي بلاصه ولا مع شي واحد كتسمى تبلغتي. يمكن نبلغك في اي بلاصه وفي اي وقت من غير السوايع اللي قلنا قبيله، قبل من 7 الصباح ومورا 10 الليل. والماده 86 في المسطره المدنيه رخصات هذه القضيه، وقالت لك راه في الاخر كيف ما قلت قبيله راه ما يمكنش الدعوه ترفعات ويعني يخليوها حيت ما لقاوش. تيقول لك في الاخر الا تعذر علينا بجميع هذه الوسائل حتى العنوان د لاكارت وهذه المسائل كامله اننا نوصلوا ولا نبلغوا هذا السيد، كتبت المحكمه حاضر ما حاضرش ما شغلهمش. مزيان. نختموا بواحد القضيه مهمه شار ليها ولا جات في هذا القانون وفيها واحد الخط رفيع ديال التقاضي بسوء نيه. القانون والدستور المغربي تيعطي الحق لكل مواطن يولج للعداله، يمشي يجيب حقه عن طريق المحكمه ولا يدافع على راسو ويدفع شي ظلم عن طريق المحكمه. ولكن في نفس الوقت جات المسطره المدنيه، جا القانون المشرع قال لك ماشي حيت عندك الحق انت تمشي للمحكمه يعني تمشي ترفع شي دعوه بسوء نيه، يعني غير باش تضر هذاك ولا تنتقم منه، ولا مثلا تعطل شي امور، يعني رافع عليك هذاك السيد شي دعوه باش تعطل التنفيذ ديالها وتعطل الحكم ديالها، يعني تدخل في شي قضايا ضده، يعني غير على هذا الشيء، ولا تطعن في شي ورقه
ولا شي مستند ولا شي حاجه غير باش تعطل الامور يعني، ولا باش تضروا مثلا. فالتقاضي بسوء نيه بهاد الامور اللي ذكرت كيمنعها هاد القانون، وكيعطي الحق ليك انت الا مثلا شي واحد رفع عليك شي دعوه بسوء نيه، يعني غير باش يضرك ولا مثلا باش انت ما تربحوش في شي قضيه انت فعلا كتسالو فيها ولا عندك فيها شي حق، يعني يمكن لك في وسط ديك الدعوه النيت تطالب بالتعويض انه دعاك بسوء نيه، ولا بدعوه مستقله تسالي كاع الدعوه ويثبت فيها انها بسوء نيه، يعني ما عنده عليها لا دليل لا والو، مخليها غير ضد، ولا بغى يضرك ولا شي حاجه ولا يعطل شي اجراءات ولا شي حاجه، كترفع عليه دعوه مستقله انه يعوضك على هذا الشيء هذا. وكذلك هاد التقاضي بسوء نيه بعض الامور خصوصا التنفيذ والاداء، الا جاك شي حكم يعني تخلص شي حاجه ولا تنفذ شي حاجه ودرتي شي طعن على شي ورقه ولا شي حكم ولا شي حاجه باش تعطل الامور، يمكن تكون حتى خطيات من المحكمه، يعني تحكم عليك المحكمه بغرامات تأديها. حتى لهنا غنكون وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنساوش لايك للفيديو تشجيعا لنا وشي تعليق زوين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.